اهلا وسهلا بكم، سعيده بلقياكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنقول للناس اللي متابعيني مرحبا والف مرحبا، والناس اللي مازال ما اشتركوش عندي في القناه كنقول لكم نتوما مرحبا بكم، انضموا لقناتي وان شاء الله غادي يعجبوكم الوصفات ديالي. بالنسبه لوصفتنا ديال اليوم، عندي هنا بسبوسه بالكريمه ديال البرتقال اللي كتجي رائعه ومنعشه، مذاقها خطير كيجي زوين بزاف. بالنسبه للمقادير، عندي هنا جوج ديال البيضات بحراره المطبخ، كنضيف عليهم نص كاس ديال سنيده، كنطرب هاد العناصر مزيان مزيان حتى كذوب ليا سنيده. يعني هنا كنستعملو غير الطراب اليدوي، كنخلطو مزيان. هاد البسبوسه راه كتجي زوينه وكتجي مشربه ومسقيه. صافي من بعد ما خلطنا هاد المكونات مزيان كما كتشوفوا ولا عندنا الخليط اللون ديالو فاتح، كنضيفوا كاس الا ربع ديال الزيت، كنستمروا في التحراك. كنزيدو كاس ديال الحليب، هنا ما استعملتش الفاني، استمت بقشور ديال البرتقال فقط باش نبقاو في داك المذاق ديال الليمون. دابا غادي نضيف السميده، عندي هنا جوج كيسان عنبه ديال السميده مع جوج خمارات اللي غادي نغربلهم. هانتوما كما كتشوفوا الخليط راه خفيف. صافي من بعد نجيب المول ديالي اللي دهنته بالزبده ورشيته بالسميده، وغادي نخوي فيه الخليط. راه ساهله ومكونات ديالها بساط وكتجي رائعه بزاف. صافي غادي ندخلها الفران طيب، وها هي من بعد ما خرجتها من الفران هانتوما شوفوا كي كتجي، كي كيجي اللوين ديالها مذهب كيجي رائع، كتجي رطبه. دابا غادي نسقيها هنا بالسيرو اللي درت فيه نص كاس ديال السنيده مع كاس وربع ديال الماء ودورات ديال الحامض، وخليتهم حتى غلاو. اول حاجه كنوجدوها هي السيرو باش كيبرد لينا. صافي كنشربها هنا مزيان. دابا غادي نخليها تشرب ليا داك السيرو مزيان، وغادي ندوزو نصايبو الكريمه ديال الليمون. بالنسبه للكريمه عندي هنا جوج كيسان ديال البرتقال اللي عصرته وصفيته، وكنضيف عليه جوج معالق كبار ديال المايزينا وجوج معالق ونص ديال سنيده. بالنسبه للحلاوه راه كتبقى على حسب الذوق ديال كل واحد، يعني انا هاد القياس ديال السكر اللي درت راه كيجي هو هذاك مع السيرو مع الكريمه، راه كتجي في الحلاوه هي هذيك. وكنضيف هنا لاروم ديال البرتقال باش كنزيدو نعزو داك المذاق ديال الليمون. صافي كنخلطوا هادشي على البارد وكنردها فوق النار
حتى كتعقد ليا، ما نخليوهاش تعقد بزاف، المهم شي شويه. وها هي الكريمه ديالنا هنا فاش وجدات. انا هنا قبل ما نطفي عليها زدتها واحد الساشي ديال الفاني، ودابا غادي نخوي الكريمه ديالي على الكيك. هانتوما كي كتجي كتلمع وزوينه. صراحه غير جربوا هاد البسبوسه، راه تولي معتمده عندكم وغادي تعجبكم بزاف بزاف. هنا غادي نزينها، يعني اختاريت نزينها بهذه الطريقه. درت شي شويه د الكركاع وغادي نزينها بهذا الشوكولات. التزيين دائما كيبقى اختياري. هانتوما شوفوا هاد التزيين هذا كي جا، درت له تزيين بسيط، المهم هو المذاق راه كيجي رائع. وكنتمنى هاد الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتعجبكم وتجربوها وتردوا عليا في التعاليق. هانتوما شوفوا راه كتجي صراحه الشكل ديالها زوين ديال الضيافه وتوجدوها للناس العزاز عليكم. وحتى لهنا كنقول لكم شكرا لكم بزاف على المتابعه ديالكم، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.